أنا بصراحة مستغربة كثير من الأخوة المسلمين، ليش قد تخافون من البحث في القرآن والحوار معاكم في دينكم؟ فليش خايف إنه نتكلم عن الشيء اللي أنت مؤمن به واللي واثق بشكل قوي جدا؟ إذا ما تكون أنت واثق أو عندك شك. طب انا هسأل الاصدقاء النصارى، حد مقتنع باللي هي بتقوله ده؟ حد مقتنع؟ انت تحس انها بتتكلم على نفسها، صح؟ المسلمين بيخافوا يبحثوا في القرآن. انت يا بنتي مغيبة ولا انت فين؟ انت عارف المسلمين عندهم مذاهب فقهية قد ايه؟ هما المذاهب دي ما كانتش بتبحث، كانوا بيقعدوا كده يمذهبوا بدماغهم. انت عارفة النقاشات بتتم بين المسلمين قد ايه؟ اه، انت قصدك غير المسلمين يعني نتناقش معاهم؟ طب ما احنا لما بنتناقش بتعيطوا، دي احنا لما بنقول كلمة بس الدنيا بتقف ما بتقعدش يعني. طب بالمناسبة بقى عاوز اناقشك شوية. ازاي تلاتة ويبقوا واحد بس؟ ده انا مش هناقشك ازاي اللامحدود دخل المحدود راح مريم، ولا هناقشك هو ليه احنا نتحاسب على المشاريب مش بتاعتنا. ادم اخطأ، احنا من احنا نشيل الذنب ليه؟ ولا هناقشك ازاي ربنا عشان يغفر للبشر يبعت ابنه يتصلب. انا بس عاوز اناقشك ازاي 1+1+1 يساوي 3. لو عرفتي تبقي تقابليني، انا بقعد على القهوة اللي على الناصية بعد ما اصلي العشاء.